النهارده هنتكلم مع اخواتنا ربات البيوت في مشروع، مش عايزين نقول مشروع مش مكلف لان مفيش حاجه مش مكلفه دلوقتي، كل حاجه دلوقتي بتبهدلك، لكن عايزين نقول مشروع ممكن تعمله ست البيت البسيطه اللي ما عندهاش اي خبره سابقه في تربيه الدواجن، لان المشروع اللي هنقوله لها ده الدواجن اللي هتربيها بتمتاز بان مناعتها عاليه للامراض، وكده تقدر هي تنجح فيها. المشروع هو ايه؟ تربيه الفراخ البلدي الفيومي لإنتاج بيض المائدة. الفراخ البلدي الفيومي من أكثر أنواع الفراخ البلدي في إنتاج البيض، وأقلها في تكلفة الطعام، وأجملها في طعم البيض وفي طعم اللحم زي ما هنشوف الفيديو النهاردة وإحنا بنتكلم معاكم. فده مشروع صغير بنقدمه لأي ست بيت ممكن على قدر المال بتاعها تجيب عدد فراخ على قد الاستطاعة بتاعتها، 50 فرخة 100 فرخة هتربيهم. بعد 5 شهور بتبدأ الفراخ دي تبشر معاها بالبيض، تقدر هي بعد كده تبيع البيض سواء للجيران أو للمحلات القريبة منها، وتبدأ تجيب من ثمن البيض علف وجزء منه تاخده تزود بيه دخلها أو تقضي بيه بعض احتياجاتها اللي هي بتعوزها لنفسها. إيه هو المشروع وإيه تكاليفه وإيه هي مميزات الفرخ الفيومي؟ ده اللي هنشوفه حضراتكم دلوقتي مع الفيديو، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة النجاح، قناة أخوكم محمد المصري، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مشروع الفرخ البلدي البياض من المشاريع المربحة والغير مكلفة واللي تقدر تقوم بيه أي ست بيت ما عندهاش أي خبرة كافية سابقة في عالم الدواجن. مشروع تربية الفرخ البلدي البياض لإنتاج البيض مشروع بالإضافة إن هو بيوفر لك بيض لبيتك، هو كمان مشروع مربح وجميل وسهل. لو جبتي 100 كتكوت أو 50 كتكوت حسب قدرتك المالية وبدأت تربيها، بعد 5 شهور أو 6 شهور هيبدأوا يبشروا بالبيض، هتبدأي تبيعي البيض ده، جزء منه هتجيبي بيه علف ليهم والباقي دخل لبيتك أو هتأكلي أولادك من البيض ده. لكن الزتونية في إيه؟ الزتونية في اختيار السلالة المنتجة للبيض قبل ما تشتري فراخ أو كتاكيت مشروع. من أجمل السلالات المحلية البلدية في إنتاج البيض، وأقلها سعرا وأكثرها إنتاجا للبيض وأجملها طعما للحم وللبيض وأعلاها مناعة ومقاومة للأمراض، وكمان بتتحمل معاكي الظروف البيئية المختلفة والصعبة، الفرخ البلدي الفيومي. وهو ده اللي أنا بنصح بيه أي ست بيت عاوزة تربي فراخ في بيتها لإنتاج البيض. بس مش ده البيض اللي حضرتك بتشتريه من المحل بتاع الفراخ البيضة، ده بيض فراخ بلدي أو فيومي. الفراخ الفيومي من أقدم السلالات البلدي في مصر، وسميت بالفيومي نسبة لمحافظة الفيوم وتحديدا في قرية دار الرماد. أما الباحثون وجدوا أن منشأ السلالة دي الأصلي هو بيجا في تركيا، ولذلك السلالة دي بتسمى بالفراخ البيجاوي. طب جت عندنا إزاي؟ قالوا أن السلالة دي نزلت مصر في عهد محمد علي، وتعتبر من أشهر الأنواع المصرية، وبيعتبروا الفرخ ده بيوصف أو بيتميز بالمزاج العصبي وسرعة الانزعاج. في منها 3 قطعان في مصر: محطة بحوث الدواجن في الفيوم ودي أنشئت سنة 1951، ومشروع الدواجن التكاملي بالفيوم برضو وده أنشئ سنة 1983. أما القطيع الثالث من إنتاج الفرخ الفيومي فهو مشروع تحسين السلالات الداخلية وده في البحيرة أنشئ سنة 1986. طبعا علماء وأطباء الوراثة اجتهدوا في تحسين السلالة دي وتطويرها، وتم تكوين خط لإنتاج البيض من السلالة دي بالإضافة إلى القطيع الأصلي سنة 1970. الفراخ الفيومي البيور زي ما هيتعرض قدامك دلوقتي في الصورة
بتتميز بإنتاج لحم بلدي مميز. وكمان الفرخ الفيومي البيور بيعتبر مصنع للبيض، لأنها هي أعلى فرخة في إنتاج البيض بين سلالات الفراخ البلدي. الفراخ الفيومي البلدي مشروع مربح لأنه بيتميز بكثرة البيض. الفرخة الفيومي بتنتج طول السنة ما بين 220 بيضة ل 240 بيضة سنويا. ده طبعا في حالة إنك وفرت لها بيئة جيدة عليقة متوازنة، اهتميت بها في فترة التحضير وفي فترة التربية، اهتميت بموضوع النظافة، اهتميت بدرجات الحرارة، بالتغذية، اهتميت بالرعاية البيطرية، اهتميت بجدول تغذية مناسب من حيث يعني كمية العلف المقدمة، العلفة نفسها متوازنة في القيمة الغذائية، اهتميت بيها ببرامج التحصينات اللازمة للقطيع اللي انت مربيه. لو اهتميت ووفرت البيئة ديت والحالة الجيدة دي، الفرخة الواحدة تنتج لك سنويا ما بين 220 ل 240 بيضة. فراخ الفيوم يا جماعة بتنضج جنسيا بدري، وممكن تديك بيض وتبشر ببيض على عمر 125 يوم تبدأ تبشر وتديك بيض، بخلاف الفراخ البلدي الهجين. أما من حيث الصفات الشكلية للفراخ الفيومي، فأنا الوصف اللي هيتعرض قدامك في الصورة دلوقتي ده وصف الفرخ البلدي البيور الأصلي. الكتكوت زي ما انت شايف في الصورة، الكتاكيت بتاعة الفرخ الفيومي بيكون لونها بني وعليها شرايط بيضة بطول الظهر. أما الديك بيكون ريش الرقبة والظهر والجناحين أبيض. ركز كده في الصورة، الديك بيكون ايه؟ ريش الرقبة والظهر والجناحين أبيض، وريش البطن والصدر رمادي مقلم. أما الفرخة، بص كده حضرتك لشكل الفرخة في الصورة وقارن بينها وبين الديك. الفرخة جسم الفرخة كله رمادي مقلم، والرقبة أبيض، والمنقار والأرجل رمادي غامق، شحمة الأذن حمراء زي ما انت شايف، ولون الجلد غامق بيميل للزراء. ده بالنسبة لوصف الفرخ البلدي البيور الأصلي يعني. لكن طبعا في منها أشكال كتير، في منها الفيومي الذهبي والفيومي المنقط. طبعا ده بيبقى في الغالب شكله شكل الفراخ البلدي اللي احنا متعودين عليها أو الفراخ الهجين، وبيبقى خليط. وده برضه نوع من أنواع الفراخ الفيومي المنتج جدا، مستواه عالي في إنتاج البيض، وبيتميز كمان بلحم طعمه لذيذ جدا. في نهاية الفيديو نتمنى ان احنا نكون فدناكم في الفيديو. بقول لأختي ست البيت اللي بتسمعني دلوقتي، مشروع إنتاج البيض البلدي من المشاريع المربحة، ومن المشاريع اللي مش محتاجة خبرة سابقة، ومن المشاريع اللي ممكن تسليكي في البيت وتقدري منها توفري لأولادك لحم بلدي طيب لذيذ، أو توفري ليهم بيض طعمه جميل جدا، أو كمان ممكن تبيعي البيض ده وتوفري منها مبلغ تقدري تشتري بيه اللي انت عايزاه لنفسك، بدل ما انت شغله نفسك بجيب جوزك. في نهاية الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وباي باي يا حلوين.